السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل لكم كيكه الجاتوه شاتوه الكراميل. اسرع والذ كيك ممكن تحضروه لو جالك ضيوف فجاه. ده طبعا عشان طعمها تحفه جدا، مشرفه قدام ضيوفك، هتسعد اولادك. طعمها تحفه، مقاديرها بسيطه ومكوناتها ان شاء الله متواجده في كل بيت. هيكون معانا باذن الله كوبايه ونص من الدقيق. انا المقادير كلها بتاعتي معاييرها بكوبايه زي دي، كوبايه 200 مللي، يعني كوبايه واحده هتعايري بيها المقادير بتاعتك كلها. يبقى كوبايه ونص من الدقيق، كوبايه الا ربع من السكر، كوبايه الا ربع من الزيت، كوبايه لبن، كيس بيكنج باودر، معانا عبوه الكريم كراميل اي نوع او اي شركه انت بتفضليها. تمام. معايا بيضتين، معايا فانيليا، هيبقى معايا برضو ذره ملح ومعلقه كبيره من الخل. دول المقادير تاني: كوباية ونص من الدقيق، كوباية الا ربع من السكر، كوباية الا ربع من الزيت، كوباية لبن، كيس بيكنج باودر، عبوة كريم كراميل، 2 بيضة، ذرة فانيليا، ومعانا معلقة من الخل وذرة ملح. اول حاجة انا نخلة الدقيق بتاعي 3 مرات. اهم حاجه زي ما قلت لكم نخله الدقيق، وهننزل عليه بذره الملح، ذره الملح اهيت. ننزل عليه في الدقيق بتاعي. وبعد كده هنزل بمعلقه كبيره من البيكنج باودر، معلقه كبيره كده يا جماعه مليانه هرميه من البيكنج باودر. تمام اهي. يبقى كده نزلت الدقيق، ذره الملح، معلقه كبيره هرميه من البيكنج باودر، وهقلب كل المكونات مع بعض. عايزه البيكنج باودر كده يختلط جوه الدقيق بتاعي. هنقلب المواد الجافه كلها مع بعض. هيكون معايا الخلاط بتاعي الكهربائي، هنزل بيه بكوبايه الا ربع من السكر. هنزل كوبايه الا ربع من السكر كده في الخلاط، وبعد كده هنزل بكوبايه اللبن بتاعتي كامله. لو السكر بتاعك خشن ممكن تدوبي في المرحلة دي السكر مع اللبن الأول. بس أنا بصراحة هحطه كله على بعضه وهدوبه كله مرة واحدة. ده كيس الكريم كراميل، بيجي معاها البودرة والصوص بتاعها بتاع الكراميل. دلوقتي هنزل بودرة الكريم كراميل معايا. هنزلها برضو كاملة، يبقى كده كريم كراميل والكوباية الا ربع من السكر وكوباية اللبن. هنخلط المقادير دي كلها مع بعض كويس اوي لمدة دقيقتين وارجع لكم تاني. تمام كده، بعد ما ضربت الخليط بتاعي كده لمدة دقيقتين، خلطة كويسة جدا. هنزل بكوباية الا ربع من الزيت بتاعتي على هيئة سرسوب، يعني هفتح غطا الخلاط كده من فوق، وهنزل عليها بخيط رفيع جدا زي سرسوب كده، وهي الخلاط شغال معايا. ليه انا بعمل الحركة دي؟ عشان الخليط بتاعي عايزاه قوامه كريمي كده. هقول لكم ازاي دلوقتي. هنزل وقت اهوت بالزيت بتاعي سرسوب من فوق زي ما قلت لكم. يقعد بقى والخلاط شغال، هنزل سرسوب لحد ما انزل كمية الكوباية الا ربع زيت كده. تمام كده ما شاء الله. القوام بتاعي تقل. في المرحلة ديت خلاص هطفي عليه. يبقى كده خلاص الصوص بتاعي خلص. في اخر حاجة هقوم منزلة حوالي ربع معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. انا بحب ريحة الفانيليا السايلة جدا مع صوص الكراميل، بيدي ريحة جميلة جدا. طبعا ريحة الصوص بسم الله ما شاء الله تحفة. كده ما شاء الله. بصوا الصوص يا جماعة بتاع الكراميل ده القوام اللي انا عايزاه. ما شاء الله ريحته جميلة جدا. صوص جميل كده، ريحته جميلة. دلوقتي هصب منه كوباية واحدة، هركنها على جنب لحد ما اخلص باقي المكونات هحطها في التلاجة. الكوباية دي انا هزين بيها الكيك بتاعي. بسم الله ما شاء الله. بصوا القوام، قوام تحفة جدا. بصوا انا عايزة اوريكم من القرب. بصوا القوام بتاعه، ده القوام المطلوب اللي انا عايزاه اهي. بصوا يا جماعة، صوص تحفة جدا ما شاء الله. ده القوام بتاعه. ده صوص الكرم اللي انا هزين بيه كيكه بتاعتي، ريحته تحفه جدا وانا شغاله. الوقت هضيف الكوبايه ده على جنب لحد ما اكون على باقي المقادير بقى اللي في الخلاط. نيجي بقى لباقي المكونات اللي في الخلاط معايا اهي. باقي الصوص بتاعي هنزل عليه بالبيضتين بتوعي اهم يا جماعه، البيضتين اللي في المقادير كده. هنزل عليه برضو بذرة فانيليا تانية، يبقى انا حطيت ذرة فانيليا في اخر
الخليط بتاعي عشان يدرها حلوه، وذره فانيليا اهي عشان البيض بتاعي. تمام. في المرحله دي هنزل برضو بمعلقه من الخل. طب الخل بيعمل ايه يا جماعه؟ الخل بيدي هشاشه حلوه للكيكه بتاعتي، بيضيع زفاره البيض، وبيدي يعني لون فاتح كده للكيكه. عرفتوا الخل بيعمل ايه؟ مهم جدا معلقه الخل دي على البيض. نخلط المقادير بتاعتنا كويس قوي، نخلطها حوالي دقيقتين. يلا بينا، بسم الله. اهو يا جماعه ضربنا بقى المكونات مع بعض. هننزل بالخليط بتاعنا كله على الدقيق ونقلبه تقليبه حلوه كده. تمام. بس اهم حاجه تنزلي بالمقادير بتاعتك كلها، لان المقادير دي مظبوطه. ما تسيبيش حاجه في شفشق الخلاط بتاعك عشان تبقى المقادير معاكي مظبوطه. تمام. اهو هننزل بكل المقادير بتاعتي كده اهو. تمام. بعد كده هنقلب الخليط بتاعي تقليب كده في اتجاه واحد. انا عايزه بس ادوب الدقيق بتاعي مع الخليط كله. تمام. هقلب كده المقادير بتاعتي كلها في اتجاه واحد وهرجع لكم تاني. اهو بصوا حبايبي، بعد ما قلبت المكونات كلها مع بعض لحد ما الدقيق اختفى كلها زي ما قلت لكم في اتجاه واحد كده. تمام. بيبقى ده قوام الكيك بتاعي كده. هنجيب اي قارب عندك، ده قارب بايركس او اي قارب عندك متواجد. انا حطيت عليه شويه سمنه وبدرته بالدقيق. تمام. هنزل بالمكونات الخليط بتاعي كله كده. بصوا يا جماعه ما شاء الله، ده قوام الكيك اللي انا بقول لكم عليه. لازم يكون قوام كده متماسك مع بعضه. كيكه الكراميل ريحتها جميله جدا، اسرع كيكه ممكن تعمليها للاولاد، جالك ضيوف تعمليها بسرعه، والذ كيكه في نفس الوقت. تديكي كده شكل الجاتو شاتو كده. سهله وبسيطه جدا، ومكوناتها ان شاء الله في كل بيت. هبدا اسوي كده كيك بتاعي حاجه بسيطه كده. هدخلها الفرن بقى على درجه حراره 180 اهي. اهي يا جماعه ما شاء الله شكل الكيكه بتاعتنا. دلوقتي هدخلها الفرن على درجه حراره 180 في الرف الاوسط لحد ما الكيكه تستوى، احس ان هي استوت معايا واخدت الفوم بتاعها. هبدا اطفي عليها من تحت واشغل عليها الشوايه حاجه بسيطه جدا من فوق. يعني هتاخد حوالي من نص ساعه لتلات ارباع ساعه على حسب الفرن بتاعكم. يلا بينا ندخلها الفرن. ودي يا جماعه شكل الكيكه بتاعتي. بصوا ما شاء الله ما طلعت من الفرن. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله، طراوه الكيكه نفسها كيكه نفسها اسفنجيه هشه فيها طراوه كده. بصوا ده اللي اقصد عليه، طريه جدا اهي، تاخد وتدي معايا اهي. ده شكلها. الوقت هنعمل فيها نخرمها بالخلة الاسنان. هي الوقت انا مطلعاها من الفرن يا دوبك دافيه دافيه، حاجه بسيطه جدا. هخرمها كده بخله باي حاجه عندك، بسلاكه باي حاجه. خرمها كده اخرام عشان هنزل عليها تلت من اللبن بدرجة حرارة المطبخ. اللبن دوت هيطر معايا كيكة زيادة، والكيكة بتاعتنا اصلا بسم الله ما شاء الله فيها طراوة كده وهشة جدا زي ما قلت لكم ما شاء الله عاملة ازاي هشة جدا. هننزل بيها هننزل معانا كده بحوالي تلت كوباية من اللبن. دي التشريبة بتاعت الكيكة، هتطر معانا الكيكة بتاعتنا زيادة. هنسيبها بقى الوقت تهدى شوية، هنسيبها تهدى شوية معانا اهي. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعة شكلها تهدى معانا تشرب شوية اللبن، وبعد كده ننزل عليها بالخليط بتاعنا. يلا بينا. الخليط بتاعنا اهو يا جماعة، هنبدأ ننزل عليه كل الخليط بالكيكة في الكيكة بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله. يعني جربوا الطريقة ديت هتعتمدوها بعد كده. دي الولاد طلبوا منك جاتوه، طلبوا منك كده، دي حاجة اقتصادية في البيت، مش مكلفة، وفي نفس الوقت حاجة نظيفة. الصوص الكراميل بتاعنا معمول بطريقة جميلة، ريحته جميلة جدا. هي والكيكة نفسها هشة واسفنجية وجميلة جدا. احلى جاتوه ممكن تاكلوه. جربوه يا جماعة بالطريقة دي بأمانة هتعجبكم جدا. انا ولادي لما يطلبوا مني كيكة، دي اسرع كيكة بعملها، اقتصادية ما بتاخدش معايا وقت. وغير الطعم تحفة وبيفرحوا بيها جدا. دي شكل الكيكة بتاعتنا. هنسوي كده الصوص معانا، صوص الكراميل الجميل دوت. حطوا الشكل على حسب ما انتوا عايزين. كده خلاص اهي.
هي بعد ما سويت الصوص الكراميل بتاعنا للكيكه، هننزل بقى فاكرين الصوص اللي قلت لكم بيجي مع كيس الكراميل؟ هننزل بيه كده عشوائي، خطوط كده اهو، عشوائي كده يا جماعه. عايزين نعمل بس كده ايه، شكل كده فوق الكيكه بتاعتنا، عشان يبقى شكلها حلو وجميل وتقديمها جميل اهو يا جماعه، عشوائي كده. هنيجي بقى بالخلة بتاعتنا برضو هنعمل، او بالسكينة بأي حاجة، هنعمل خطوط كده رايح جاي تدي شكل كده حلو معانا اهي. بصوا يا جماعة، ما شاء الله شكلها جميل، ما خدتش معايا وقت، كله بحاجات مش مكلفة. بصوا، بسم الله ما شاء الله، تحفة بجد. جربوها بالطريقة دي، مش هتعدموا الا بيها. هتسعد اولادكم جدا. الجاتوه الشاتوه الاقتصادي، كيكه بتاعته اسفنجيه وتحفه وجميله، فيها طراوه كده جميله، كيكه نفسها حلوه قوي. الصوص الكراميل اللي عاملاه مع بعض برضو ما خدش معانا وقت، منها فيها كده على بعض 10 دقايق هتكون الكيكه معاكي جاهزه. احلى جاتوه ممكن تعمليه، جاتوه اقتصادي وسريع، وصفه سهله وسريعه. جربوها بالطريقه دي تعجبكم جدا. تيجي بقى نقطع مع بعض التحفه الفنيه الجميله دي، جاتوه الشاتوه بتاعنا. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، جربوه هيعجبكم قوي بالطريقة دي. بسم ما شاء الله. جرب كده نشوف القطعة بتاعتنا عاملة ازاي. بصوا يا جماعة، نشيلها كده. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعة، بصوا ما شاء الله قوام الكيكة. بصوا الكيكة الاسفنجية تتكلم عن نفسها اهي. بسم الله ما شاء الله، قوام وريحة وطعم رائع. بصوا يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. بصوا ارتفاع الكيكة بتاعتي عاملة ازاي. كيكة لوحدها اصلا تعمليها بالطريقة دي من غير الصوص تحفة جدا بالكريم كراميل. بصوا ما شاء الله شكل تحفة جميلة ازاي، ما شاء الله الله اكبر. جربوها يا جماعة بالطريقة دي هتعجبكم جدا. هوب كده حبايبي، ما شاء الله عملنا الجاتو التحفة الجميل دوت. جاتو كراميل بالفانيليا، او جاتو شاتو كراميل. ده ألذ حاجة ممكن تجربوها او تعملوها لو جالك ضيوف فجأة. ده عشان طعمه لذيذ جدا وتحضيره بسيط وشكله حلو جدا والتزيين بتاعه منه فيه. بصي الكيكة ما شاء الله بتاعته ارتفاعها جميل ازاي. بصوا بسم الله ما شاء الله. حاجة كده سريعة، طعمها حلو، اقتصادية، الولاد هيحبوها جدا، شكلها تحفة. جربوها هتعجبكم جدا. تيجي كده نشوف الكيكة بتاعتنا الجميلة. بسم الله ما شاء الله. بصوا طراوة الكيكة بتاعتي، بصوا بسم الله ما شاء الله، كيكة هشة وجميلة ازاي. بصوا طراوتها، بسم الله ما شاء الله. بصوا الكيكة يا جماعة لوحدها، الكيكة اصلا ممكن تعمليها لوحدها من غير اي حاجة، جميلة جدا. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم قوي قوي. بصوا ما شاء الله ارتفاع الكيك، كيك طري، فيه طراوة كده هش جدا. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. يا ريت تدعموني بالاشتراك واللايك والشير. لو عجبتكم الوصفة، عايزة اقول لكم اللي ما شاء الله طعمه حكاية، انا مش قادرة اقاوم. بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا شكل الكيك عاملة ازاي. هشة جميلة فاتحة طرية فيها طراوة كده. ده دلالة على نجاح الكيكة بتاعتي. بسم الله ما شاء الله طعمها تحفة جدا. جربوه بالطريقة دي هتعجبكم جدا يا جماعة. يا ريت اللي عجبه الوصفة يجربها ويقول لي في الكومنتات طلعت معاه حلوة ولا ايه. يا ريت اللي عجبه الوصفة بتاعت النهاردة وعجبه وصفاتي يدعمني بالاشتراك واللايك والشير والسبسكرايب. يا ريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وان شاء الله الفترة الجاية هنعمل وصفات بسيطة ولذيذة في نفس الوقت وسهلة جدا، وان شاء الله مكوناتها في كل بيت. يا ريت تدعموني. اتمنى ان اكون قدرت اوصل لكم المعلومة. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.